مفيش اجمل من انك تبدا الفيديو النهارده بالصلاه والسلام على رسول الكريم، وكمان تدعي لاخواتنا في ارض العزه ربنا رب ينصرهم. وبصراحه مفيش احسن من اللي النادي الاهلي عمله النهارده، تقديم اللاعب وسام ابو علي من ارض غزه، ارض الكرامه، ارض العزه. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم، وهلا بيكم يا اخواتي واصدقائي اللي موجودين معايا على قناتنا على اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن فيديو بما اننا داخلين على بطوله افريقيا وربنا يستر علينا في البطوله ديت، ومصر طبعا موجوده فيها. وهقول لك من وجهه نظري التي يعني ليس لها اي بتنجان خالص بالموضوع. اقسم بالله ماشيه بالمهدئات والمسكنات. هقول لك يعني من وجهة نظري طريق منتخب مصر هنوصل لفين وهنروح لفين وهنعمل ايه، ويا ترى هنكون موجودين في النهائي ولا لا. اكيد هكوسها ومصر هتكون في النهائي. لكن خلينا كده بقى سريعا مع بعض نشوف المجموعات قدامنا زي ما انتم شايفينها كده. المجموعات كلها موجودة قدامكم، خلينا نمسك مجموعة مجموعة ونتكلم عليها، شوف مين هيصعد ومين مش هيصعد. لكن ما تنساش في الاول وفي الاخر ده وجهة نظري، هستنى منك انت كمان وجهة نظرك في الكومنتات. شاركنا واتكلم معانا، يا ترى وجهة نظري دي هتقدر انها تسلك كده وتروح للنهائي، ولا هيكون في وجهات نظر تانية؟ انا عارف الناس المتشائمين هيعملوا ايه، عارف وحافظهم. بالله عليكم ابعدوا عنا اليومين دول. يا متخلف يا ابن ده هي تلعن اليوم الاسود اللي شفناك فيه. خلينا ندخل اولا كده بالمجموعه الاولى، مجموعه الغنينيين. يعني المجموعه الاولى دي فيها ساحل العاج صاحبه الارض ومنظمه البطوله، وفيها نيجيريا، وفيها اتنين غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. اختار اللي انت عايزه فيهم يعني حسب ما انت عايز. المهم يعني من وجهه نظري في المجموعه ديت هيقدر يصعد اول ساحل العاج اللي هو طبعا كوتيفوار، وهيصعد معاه نيجيريا. يعني بنشوف ايه اللي هيحصل فيها. لكن بقى لو رحنا للمجموعه الثانيه فهي مجموعتنا مصر وغانا وموزمبيق والرأس الاخضر اللي هي كاب فيردي. انا بقى من وجهه نظري المجموعه دي هيصعد منها 3. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان المخرج عايز كده، والمخرج ده صاحب القناه وصاحب كل حاجه. فان شاء الله مصر هتصعد اول، غانا هتصعد ثاني، والرأس الاخضر اللي هو كاب فيردي هيصعد ثالث، اما موزمبيق فهيتزنبق. لو دخلنا بقى على المجموعه الثالثه اللي فيها الكاميرون والسنغال، ومعاهم كمان غينيا غير الاثنين غنيين التانيين، وجامبيا. اهي السنغال دي انا لو قابلتها يعني هنفخها. اما بقى المجموعه الرابعه فيها الجزائر، فيها بوركينا فاسو، وفيها كمان انجولا، وفيها كمان المنتخب العربي الشقيق موريتانيا. من وجهة نظري برضو المجموعة دي هيصعد منها 3. هتقول لي هتكوسها المرة دي؟ هقول لك لا، ولكن عشان سير الاحداث. فيصعد منها الجزائر مركز اول، وبوركينا فاسو مركز ثاني، وكمان انجولا مركز ثالث. اتمنى كلامي يكون غلط في المجموعة دي ويصعد منتخب موريتانيا. وفي المجموعة الخامسة وقبل الأخيرة هي مجموعة محببة إلى قلبي، لأن المجموعة دي بيلعب فيها 3 من النادي الأهلي، سواء كان تونس الحبيبة أو كمان فريق جنوب أفريقيا ومنتخب مالي طبعا تاو، والناحية التانية عندنا اليو ديانج، وآخر فريق فيهم هي ناميبيا اللي بيلعب فيها طبعا تشالوليلي لاعب صن داونز. فبرضه من وجهة نظري المجموعة ديت هيصعد منها 3 منتخبات، تونس أولا، ومالي ثانيا، وجنوب أفريقيا ثالثا، حبا في العشق علي معلول، اليو ديانج، تاو. اما بقى المجموعه الاخيره ففيها المنتخب المغربي الشقيق، وفيها زامبيا والكونغو وكمان تنزانيا. المجموعه دي هي ليست مجموعه قويه، علشان كده شايف برضو ان ممكن يصعد منها 3 منتخبات، المغرب والكونغو وزامبيا. اذا عدد الناس اللي صعدت او عدد الفرق اللي صعدت من المجموعات هم 16 نادي هيكملوا بيهم دور ال16، وده اللي احنا هنتكلم فيه بعد ثواني. لكن ما تنساش تكون عملت لنا لايك، وكمان اشتركت في القناه وفعلت زر الجرس، وتدعي لاخواتنا في ارض العزه ربنا يا رب ينصرهم. يا ترى كيف تسير الاحداث بين ال16 نادي، ويا ترى مين هيقابل مين في الادوار اللي بعد كده؟ بعد رجوعنا الى نظام البطوله قدرت ان انا احدد بعض الفرق اللي ممكن تصعد حسب وجهه نظري، ولسه هستنى وجهه نظرك في الكومنتات. تقول لنا يعني من وجهه نظرك مين اللي ممكن يصعد اول وثاني وثالث حسب المجموعات، لان كل مجموعه هيصعد منها اول وثاني، ثم هناخد افضل 3 أو أفضل 4 توالت من المجموعات. يعني من الآخر كده مش هيخرج ناس كتير خارج البطولة، علشان كده اخترت بعض المجموعات فيها 3 فرق، وبعض المجموعات صعد فيها منتخبين فقط لا غير. لو رحنا لدور ال16 وتعالى بقى معايا كده علشان خاطر هنتخانق أنا وأنت مع بعض. فمصر اللي كانت في المركز الأول في المجموعة الثانية هتلاعب أنجولا اللي كانت في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، وبالتالي مصر تلاعب أنجولا في دور ال16. يا ترى اللي هيكسب منهم هيقابل مين؟ هيقابل اللي هيكسب من المغرب ومالي، لان انا قلت لك لو انت مركز معايا ان المغرب هتصعد اول في المجموعه السادسه، اما مالي هيصعد تاني في المجموعه الخامسه، وبالتالي مصر وانجولا هيلعبوا بعض، والمغرب ومالي هيلعبوا بعض، واللي هيكسب فيهم هيقابل بعض. فاهم حاجه من بعض؟ خلينا نكمل باقي الفرق برضو من وجهة نظرنا للمرة المليون. انا عارف هتقول لي اهبد يا هباد وبعد كده نتقابل بعد البطولة. ان
شاء الله باذن الله، يعني وجهه نظرنا تكمل الى النهايه. نيجيريا هيقابل الكاميرون، وكمان الجزائر يقابل زامبيا، وكل دول في طريق مصر. تعالى بقى في الطريق الاخر في الناحيه الثانيه، فغانا هيقابل الكونغو، ساحل العاج كوتيفوار هيقابل جنوب افريقيا، وتونس هتقابل بوركينا فاسو، وكمان السنغال هيقابل الرأس الاخضر اللي هي كاب فيردي. كل ده حسب توقعاتي، وبعد الرجوع لنظام البطوله هيبقى الشكل اللي قدامكم ده هو الاقرب الى الحقيقه لو حصل وصعدوا حسب ما انا قلت. ان شاء الله باذن الله مصر تصعد على حساب انجولا، والمغرب تصعد على حساب مالي، ويقابلوا بعض بقى في دور الثمانيه. وتعالى بقى في دور الثمانيه عندنا مواجهات غريبه عجيبه، فعندك مصر والمغرب هيقابلوا بعض، الكاميرون والجزائر هيقابلوا بعض، غانا وساحل العاج وتونس والسنغال هيقابلوا بعض. يا ترى ايه اللي هيحصل في مدعكه دور الثمانيه؟ فمن وجهه نظري التي لها قيمه الان في دور الثمانيه، مصر هتصعد على حساب المغرب، لان مصر الفترات الاخيره بتقدر تكسب المغرب، وان شاء الله باذن الله نكملها ونقدر نصعد على حساب المغرب. وكمان الكاميرون والجزائر، الجزائر هتقدر ان شاء الله انها تصعد على حساب الكاميرون. اذا مصر والجزائر في قبل النهائي، اعتقد مصر هتصعد على حساب المغرب، ثم تواجه الجزائر اللي هتصعد على حساب الكاميرون. وفي الطريق الاخر فساحل العاج هيقدر ان هو ينتصر على غانا في دور الثمانيه، وكمان منتخب السنغال للاسف هيقدر ينتصر على منتخب تونس الشقيق، منتخب القوي، ولكن تلك الفترة هي فترة بناء كبيرة لمنتخب تونس، اعتقد هيكون نهايته في دور الثمانية، واتمنى يكون توقعي غلط ويقدر ان هو يوصل حتى النهائي. وبالتالي نروح لقبل النهائي، هيكون موجود معانا مصر والجزائر في ناحية، وفي الاتجاه الاخر ساحل العاج والسنغال. ورانا في كل مكان، لكن لو شفتك هنفخك. مصر تصعد الى النهائي ان شاء الله باذن الله، ده يكون تعبيرنا وده يكون كلامنا في لقاء قبل النهائي بين مصر والجزائر، او ايا كان مصر ومين توصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. وفي الاتجاه الاخر في الاتجاه المقابل، فمن الواضح ان منتخب السنغال سيطيح بالافيال منتخب ساحل العاج، ويصل هو الاخر الى النهائي، ويكون النهائي بين مصر والسنغال، محمد صلاح ساديو ماني للمره الثالثه في النهائيات، ونشوف ايه اللي هيتم ما بينهم. اللي اعتقد ان محمد صلاح سينفخ اسد السنغال ساديو ماني، ويحصل على البطوله منه من قلب ساحل العاج ان شاء الله، وتكون البطوله مصريه. عارفك يلا هتقول لي في الكومنتات وشك في الحيط، واقول لك انت بقى قفاك ليا. ان شاء الله باذن الله مصر تكون في النهائي، ونصعد ونكسب البطوله ديت، ونرجع تاني بعد ما وصلنا لنهائيين 2017 امام الكاميرون ونخسر، و2021 قدام السنغال اللي تكسبنا، وكمان تكسبنا في الصعود الى كاس العالم، وناخد بقى بحقنا منهم ان شاء الله باذن الله. ده يكون النهائي، ومصر تكون صاحبه البطوله، وهداف البطوله ان شاء الله يكون محمد صلاح. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير. ما تنساش في الكومنتات تحط رايك وتقول لي يا ترى من وجهه نظرك الكلام اللي انا بقوله ده خزعبلي ولا ممكن يحصل. هتقول لي مصر لو صعدت اول والانديه دي او المنتخبات دي صعدت بالشكل ده هيكون ده شكل البطوله، هقول لك ايوه، ده بناء على يعني نظام البطولة من أوله حتى نهايته، وأنا حطيت مصر في الصدارة علشان تاخد الطريق الأصعب، لأن احنا لما بنقول طريق مصر صعب فده بيؤدي في النهاية لأن المنتخب ده بيلعب وبيقدر إن هو يكسب ويطلع كل الطاقات المكبوتة لديه. إن شاء الله نحتفل مع بعض بفوز مصر بالبطولة. ما تنساش الصلاة والسلام على الرسول الكريم، تكون عملت لينا لايك واشتراك في القناة وفعلت زر الجرس، وكمان دعيت لاخواتنا في أرض العزة في غزة، ربنا يا رب ينصرهم. واستنى كومنتاتك تحت تقول لي يا ترى من وجهة نظرك البطولة تكون لصالح مين، ويا ترى توقعاتي ممكن تكسب في الآخر، واجي لكم بعد البطولة ونقول قلنا الكلام ده قبل كده ولا لا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.